قرارات هامة إذن وتاريخية تجسد التزام رئيس الجمهورية بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن من خلال الرفع في منحتي البطالة والتقاعد والزيادة في الأجور. وللتذكير فإن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15,000 دينار لمن كان يتقاضى أقل من 10,000 دينار، وإلى 20,000 دينار لمن كان يتقاضى 15,000 دينار. وللتفصيل يحضر معنا في البلاتو وزير العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي يوسف شرفة. سيد الوزير أهلا بكم معنا. شكرا على الاستضافة. سيدي، إذن ما هي نسبة الزيادة في الأجور لحد الآن منذ سنة 2020؟ شكرا، أحيي المواطنات والمواطنين. هو نذكر الشيء منذ 2020 إلى غاية 23 و24 هي نسبة الزيادة راح تكون تقريبا بين 47% و 50%. هذا راجع أولا لضريبة على الأجور اللي كانت فيها يعني مراجعة فيها، زيادة على الأجور اللي تمدت. حاليا القرار اللي جا به السيد رئيس الجمهورية اليوم في مجلس الوزراء راح يمس تقريبا 2,800,000 موظف ومتعاقد. الزيادة بما يخص القطاع الاقتصادي هذا يرجع لا كونفونسيون كوليكتيف اللي تكون بين المتعامل والشريك الاجتماعي. هذه الزيادة اللي جات بها لسنة 23 و 24 هو راح تتراوح لكل سنة تتراوح بين 4,500 دينار إلى 8,500 دينار، هذا حسب الرتب. نعطيك مثال أستاذ معلم في التعليم راح الزيادة تاعو في السنتين هذو تكون تقريبا 13,500 دينار جزائري. يعني كمثال عامل مهني بسيط راح تكون عنده سنويا 4,500 وفي السنتين راح تكون عنده 4,550 دينار جزائري. هذا ما يجعل في الفترة هذه بين 2020 و 24 الزيادة بصفة عامة إجمالية تكون تقريبا 50%. نعم. إذن سيد الوزير، نعلم أنه هناك نوعان من التقاعد وهو معاش التقاعد ومنحة التقاعد. كيف ستكون الزيادات بالنسبة لمنحة ومعاش التقاعد؟ بالفعل هو في صنفين. كاين الصنف المعاش التقاعد هما من كل شاركوا في الصندوق الوطني للتقاعد أكثر من 15 سنة. أما بما يخص منحة التقاعد هي تمس العمال اللي كان عندهم أقل من 15 سنة. هذو اللي عندهم أقل من 15 سنة حاليا المنحة تاعهم تتراوح بين 4,000 إلى 10,000 دينار. هذا راح تكون عندهم زيادة إلى 11,000 دينار كزيادة. اللي كان يدير 4,000 دينار راح يوصل إلى 15,000 دينار. أما بما يخص معاش تقاعد هو اللي كان محدود إلى 15,000 دينار اللي كان على حساب الأجر المرجعي. حاليا خرجنا من الأجر المرجعي، رجعنا إلى الأجر الأدنى يعني لو سميك اللي هو 20,000 دينار جزائري. إذن كل ما هو معاش التقاعد راح يكون 20,000 دينار. غير ممكن انطلاق من جونفي 2023 في الجزائر تكون معاش أقل من 15,000 دينار أو 20,000 دينار أو منحة التقاعد تكون أقل من 15,000 دينار. إحصائيا في الإحصاء اللي راح يكون الأجر تاعهم راح المعاش راح يزيد من 15 إلى 20,000 دينار وما تقريبا 250,000 مستفيد. أما بما يخص منحة التقاعد اللي هي كانت يعني مستوى جد ضعيف اللي قرر عليها فيها رئيس الجمهورية ما يعطيهم الزيادة يعني أكبر ممكن من زيادة، راح تمس تقريبا 900,000 مستفيد. إذا إلى في هذه يعني الأصناف الاثنين عندنا تقريبا 1,300,000 مستفيد من هذه الزيادة في المنحة أو المعاش التقاعد. طيب سيد الوزير، لو تحدثنا قليلا عن منحة البطالة، ما هو عدد المستفيدين من هذه المنحة وما هي نسبة الاستفادة أو نسبة الزيادة في هذه منحة البطالة، وهل هذه المنحة بمبلغ صافي؟ طبعا هو نذكر ان الى غايه نهايه هذا الشهر ان شاء الله راح يعني عدد المستفيدين راح تكون تقريبا 1,900,000 مستفيد من الجامعيين
ومن خريجي المعاهد ومراكز التكوين، او اللي ما عندهمش يعني شهادات لتأهلها. حاليا يتقاضوا 13,000 دينار كانت صافيه، راح تولي 15,000 دينار زياده يعني على عاتق ميزانيه الدوله، تكون مصاريف تاع التغطيه الصحيه تاعهم اللي نقولوا لا كارتشيه، فيكون عندهم يعني كل الامتيازات اللي عنده اي موظف ولا عامل. نفس الشيء راح يكون للبطال في انتظار اللجوء الى عالم الشغل، ويعني يكون عندهم يستفدوا من مناصب شغل. نعم. كلمه اخيره لو اردتم توجيهها للمواطن. هو اولا لابد ان نثمن هذه القرارات اللي هما راح يعني يكونوا مبالغ جد هامه على ميزانيه الدوله، ولكن لصون كرامه الجزائريين والمرافقه اللي نديروا لهم في اليوميات تاعهم، ان شاء الله يعني تكون راح تحسن القدره الشرائيه لكل العمال. ونزيد نطمئن يعني القطاع الاقتصادي هو في اطار تفاوض في لا كونفونسيون كوليكتيف تاع مع الشريك الاجتماعي ومع يعني صاحب الشغل، تكون عندهم هما ثان زيادات على حسب الاتفاقيه اللي تكون على هذه المستويات. اذا الشيء اللي نختم به هو يعني هذا القرار اللي هو قرار يعني تاريخي في خلال هذه السنوات القليله، اللي يعني نقفز في الرطب بتقريب 50% في ظرف 4 ولا 5 سنوات. نرى يعني ان شاء الله يكون عليها الاقبال وتحسن. هذا طبعا يدل على التزامات السيد رئيس الجمهوريه. طبعا. اذا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، شكرا جزيلا لك على الحضور. شكرا.